اول ما عرفت ان بنك اسكندريه عنده انترنت بانكينج قلت لهم شكرا سوري انا انسان اولد ستايل وماليش في التكنولوجيا. لما عرفت منهم بقى ان الانترنت بانكينج مش هيخليني تقريبا ازور الفرع واعمل كل تعاملاتي من غير ما استنى البنك يفتح ولا استنى دوري، قلت لهم شكرا سوري انا بسحب كل كلامي اللي فات وانا عايز من ده. بس السؤال هو يعني ايه انترنت بانكينج اصلا؟ انا اسمي احمد الجرحي وبنك اسكندريه ساب كل الناس وجابني انا عشان افهمكم المصطلحات البنكيه. اللي بتوع بنك اسكندريه ما عرفوهوش ان انا بخش البنك ببقى تايه وبقول يا غربتي، فاحنا كده مع بعض نحاول نفهم بعض ايه هي المصطلحات البنكيه دي. ايه الانترنت بانكينج؟ الانترنت بانكينج خدمات الانترنت البنكيه. سؤال لولبي، مش ده هو بيبقى اتصال ما بين البنوك وبعضها، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. هو ممكن انترنت بتاع البنك او حاجه زي كده اللي هي زي السيلز والحاجات دي يعني، ونفس معناه يعني اعرف رصيدي ايه، اشوف ايه اللي احاول مثلا ادي مثلا بيبقى ليا مثلا يعني مش عارف اكتر. دي سهلت حاجات كتيره، سهلت التواصل زي مثلا زي الفيسبوك عمل لك ترابط بين الصداقه وبين حاجات كتيره جدا يعني. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. انت ممكن تعمل كل ترانزاكشنز، تحول فلوس، تدفع الكريدت كارد بتاعك لو هتحوله من بنك تاني كل على الاونلاين بانكينج. زي يوزر او ناتا تقدر تدخل بيها الانترنت تستعلم بيها عن الرصيد بتاعك. ده حاجه يعني مثلا هتشتري مثلا اونلاين او حاجه. لا ما اعرفش انترنت ايه بانكينج ايه ده. لا الحاجات دي انا اول مره اسمعها بجد. دلوقتي كل حاجه بقت على الانترنت حتى البنوك. مع خدمه الانترنت البنكيه تقدر تتابع ارصده وحركه حساباتك، بطاقتك الائتمانيه، شهاداتك والودايع والتمويل، فمش محتاج تزور الفرع. الانترنت البنكي هيوفر عليك المشوار، الزحمه والطوابير والالتزام بمواعيد عمل البنك. فوق ده كله هتقدر تتابع صرفت ايه فين كل يوم، هتقدر تحول ما بين حساباتك او تحول لشخص تاني جوه او بره البنك وبمختلف العملات. ده ممكن كمان تسدد مديونيه بطاقتك الائتمانيه وفي ثواني، تعرف تفاصيل تمويلك، الاقساط اللي عليك، مده التمويل، كمان ممكن تدفع بيه فواتيرك زي فاتوره الانترنت، انت اكيد هتحتاج انترنت عشان الانترنت بنكينج، فاتوره موبايلك، وكمان تقدر تدفع منه تبرعاتك. كل الحاجات دي وانت في بيتك ومعاك شايك وبقسماطك. تابعونا واعرفوا مصطلحات بنكيه اكتر في برنامج اسال الخبير مع بنك اسكندريه، ولو عندك اي اسئله اكتبها تحت في الكومنتس واحنا هنجاوبك عليها، ولاي استفسارات زوروا موقعنا او اتصل بينا على الخط الساخن. السلام عليكم.